أنا دكتورة سلمى، دكتورة صيدلانية. دي قناتي بقدم لكم فيها معلومات مهمة ومفيدة جدا، ما تنسوش تتابعوني. في الفيديو ده هنتكلم عن موضوع مهم جدا لكل شخص. يا ترى ايه الموضوع ده؟ هو روتين العناية بالبشرة. تعالوا بينا نشوف. الجلد بتاعي ده مغطي كل جسمي، فبالتالي لازم اعتني بيه واحافظ عليه واخليه في حالة كويسة دايما، ادلعه يعني. طيب هعتني ببشرتي ازاي يا ترى؟ هل لازم اشتري منتجات كتيرة جدا عشان احس ان انا بعتني ببشرتي صح؟ الاجابة لا طبعا. انا بشتري في الاول حاجات الاساسية اللازمة عشان اعتني ببشرتي، بعد كده ببتدي ازود حاجة حاجة مع الوقت. طيب ايه هي الحاجات الاساسية اللي لازم تكون عندي للعناية بالبشرة؟ تعالوا بينا نشوف. اول حاجة لازم يكون عندي غسول، وده بستخدمه يوميا صباحا ومساء. تاني حاجة لازم يكون عندي تونر، وده بستخدمه بعد الغسول برضو يوميا صباحا ومساء، وعلى حسب نوع بشرتي بختار التونر المناسب ليا. تالت حاجة لازم يكون عندي كريم مرطب او حاجة ترطب لي جلدي، وده برضو بستخدمه يوميا صباحا ومساء بعد التونر. رابع حاجة لازم يكون عندي سان سكرين واقي شمس، وده بستخدمه صباحا قبل ما انزل واتعرض للشمس، وده بحطه بعد المرطب. خامس حاجة لازم يكون عندي مقشر او ماسك الطمي. عامه المقشر ده بختاره على حسب نوع البشره بتاعتي وعلى حسب حاله البشره بتاعتي. يعني لو بشره دهنيه وفيها حبوب ملتهبه ما ينفعش اختار لها مقشر بيكون على شكل حبيبات، عشان ده ممكن يزود التهاب الحبوب وينقلها من مكان لمكان تاني. ولو بشره حساسه ساعتها دي بستخدم لها مقشر مره في الاسبوع. بس عامه المقشر ده في الروتين بتاعي مش بستخدمه يوميا ولا حاجه، ده بستخدمه من 2 ل3 مرات في الاسبوع. الخمس حاجات اللي قلتهم دول لو هم عندي فدول بيكونوا كفاية جدا للعناية بالبشرة بتاعتي، وممكن كمان ازود عليهم ماسك كده اعمله كل اسبوع بحيث اللي هو يدي نضارة للبشرة بتاعتي. طيب بعد ما قلنا الحاجات الاساسية في روتين البشرة بتاعتي، بس انا حابة ازود حاجات اكتر، يعني عايزة اعتني ببشرتي بطريقة اكتر. او انا عندي مثلا مشاكل في البشره بتاعتي، بشره دهنيه مثلا عندها حبوب ملتهبه قوي، فبالتالي هتستخدم لها حاجات علاجيه للبشره بتاعتها. فالحاجات دي هحطها ازاي في الروتين؟ هيكون تنظيمها في انهي؟ هدهنها امتى؟ تعالوا بينا نشوف. في مبدأ لازم امشي بيه كده وانا بنظم الحاجات في الروتين بتاعي عشان اتاكد ان البشره امتصت كل المنتجات ومفيش منتج ممتصش. ايه هو المبدأ ده يا ترى؟ المبدأ هو ان انا بدهن القوام الاخف الاول ثم القوام الاتقل. يعني مثلا انا عندي سيرم وكريم، هدهن انهي الاول؟ السيرم قوامه اخف من الكريم فاكيد هدهن السيرم الاول. طب انا عندي سيرم وسيرم، هدهن انهي الاول؟ اكيد في حاجة فيهم قوامه اخف من التاني، وهكذا برضو لو عندي كريم وكريم اكيد في حاجة فيهم قوامه اخف من التاني. ايه ده، احنا اتلخبطنا شوية. احنا محتاجين ننظم الخطوات كده بحيث ان احنا نعرف برضو هنستخدم الحاجات الكتير دي ازاي. بصوا انا دلوقتي هقول لكم على ترتيب المنتجات بتكون ازاي. انتوا على حسب المنتجات اللي عندكم هتقدروا تنظموها على الترتيب ده. يعني لو مش عندكم منتج مثلا تقدروا تشطبوه وتستخدموا اللي بعده، فمش لازم كل الحاجات دي تكون عندكم في الاول، لا، انتوا واحدة واحدة بتزودوا في الروتين بتاعكم. احنا قلنا الحاجات الاساسية في الاول دي اللي لازم استخدمها. الحاجات اللي انا هزودها دلوقتي لو انا معايا فلوس زيادة ممكن اجيبها واشتريها واحطها في الروتين بتاعي، طبعا هتفيد البشرة بتاعتي اكتر. طيب انا عندي روتينين، عندي روتين صباحي وروتين مسائي. اول حاجة الروتين الصباحي، بصحى الصبح بعمل ايه؟ اول حاجة طبعا هي الغسول. تاني حاجة التونر، بعد الغسول والتونر اكيد هيجي ايه؟ هيجي الحاجات العلاجية. فتالت حاجة هيكون السيرم. يفضل ادهن سيرم بيكون مضاد للاكسدة زي سيرم فيتامين سي والنياسيناميد. ايه ده، هو فيتامين سي ينفع يدهن الصبح؟ والله عادي ينفع يدهن الصبح. رابع حاجة لو عندي كريم علاجي او حاجة بدهنه. خامس حاجة الكريم اللي بيكون تحت العين برضو بدهنه. سادس حاجة بدهن الكريم المرطب. سابع حاجة واقي الشمس، وده طبعا قبل ما انزل ب20 دقيقة عشان يلحق يكون امتص. تامن حاجة الفاونديشن، كريم الاساس او الميك اب اللي انا هحط. يعني انا اول ما الاقي المنتج اللي انا دهنته اتشرب كده وخلاص، يعني بشرتي يكون امتصته كده شوية، ساعتها بدهن المنتج اللي بعده تاني. مفيش وقت معين يعني، لا، ده انا بلاقي بشرتي اتشربته خلاص بدهن اللي بعده. طيب الروتين الليلي بيكون عامل ازاي يا ترى؟ بالليل بقى قبل ما انام هعمل ايه؟ اول حاجة مزيل الميك اب طبعا.
تاني حاجة الغسول. تالت حاجة المقشر او ماسك الطمي، وده زي ما قلنا اللي انا مش بستخدمه يوميا، الباقي كله بستخدمه يوميا، لكن ده بستخدمه من 2 ل3 مرات في الاسبوع على حسب حساسية بشرتي للمقشر. رابع حاجة التونر. خامس حاجة السيروم. سيرامات التقشير كلها والهيالورونيك اسيد والحاجات دي كلها بدهنها بالليل. اكيد مش هدهن حاجات التقشير اللي هي بتاعت احماض الفواكه والريتينول، هدهنهم الصبح عشان لو دهنتهم الصبح اصلا ممكن يخلوا بشرتي تتحسس منهم. سادس حاجة الماسك اللي احنا قلناه بحطه مرة في الاسبوع، ده ممكن استخدمه بعد السيروم. سابع حاجة لو عندي كريم علاجي لالتهابات مثلا حب الشباب او ايا كان ده بحطه. تامن حاجة كريم العين. تاسع حاجة كريم المرطب او الكريم الليلي او زيوت الترطيب، برضو كلها بحطها بالليل. وبرضو بين كل منتج والتاني بستنى لحد ما البشرة تتشربه وبعد كده ادهن المنتج اللي بعده. وفي تحذير كده وملحوظة يعني، اوعى يجي في بالي ان انا اروح ادهن سيروم فيتامين سي مع سيرومات التقشير في نفس ذات التوقيت، ده ممكن يخلي بشرتي تتحسس جدا لو دهنتهم كلهم مع بعض. يعني اللي يفضل فيتامين سي بحطه الصبح والمكشرات بحطها بالليل. وطبعا المكشرات اصلا مش بستخدمها كل يوم زي ما قلنا، يعني سيرامات التقشير دي مش بستخدمها كل يوم، ماكسيمم 3 مرات في الاسبوع عشان مخليش بشرتي تتحسس، واخلي باقي الاسبوع تكون سيرامات ترطيب عادية جدا زي الهيالورونيك اسيد مثلا. بعد ما عرفنا كل ده متنسوش بقى تعملوا لايك وتعملوا اشتراك سبسكرايب في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. دمتم بخير وبصحة كويسة دايما.